سلام البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا مازلنا مع تحضيرات حلويات العيد. نتمنى ان شاء الله البنات تعجبكم الوصفة هذه اللي جبتها لكم، اقتصادية وفي نفس الوقت تجي بزاف بنينة. يعني لاباط تاعها لاباط صابلي. كما راكم تشوفوا البنات ما شاء الله، يعني الشكل والمذاق اروع. نتمنى ان شاء الله تجربوها، يعني مقادير موجودة في كل بيت. نبداو الوصفة بسم الله. هنا واش عندنا البنات؟ عندنا 250 غرام تاع المارغرين، درت معاها كاس سكر ناعم تاع 220 ملي. كيما راكم تشوفوا نغربلوه، ندير معاها قرصة تاع الملح وندخلو مليح البنات هذيك الزبدة بالاصابع مع هذاك السكر. كما تعرفوا الزبدة لازم تكون طرية باش تجيكم سهلة. هنا تقدروا ديروه بالباطوغ، تقدروا ديروه باليد. انا يلي صابلي نحب نديرها باليد. كيما راكم تشوفوا البنات زدت معاها كاس تاع المايزينا او النشا، ندخلوها مليح. زدت معاها هنايا مغرف تاع لافاني، ومعاها 2 حبات تاع البيض كاملين. ندخلو كل شيء البنات، هذاك البيض مع هذاك الزبدة والسكر والمايزينا، ندخلوهم مليح ونبداو نديروه في الفارينة. انا هنايا راني ندير في الفارينة البنات، ودرت معاها مغرف صغيرة تاع خميرة الحلويات. ما تكثروش هنايا الخميرة باش ما يعني ما يروحلهاش الشكل تاعها. كيما راكم تشوفوا البنات هنا باش تجي خفيفه برك اللي درت معاها مغرف. شوفوا العجينه تكون هكذا، القوام تاعها تكون طريه. هنا البنات بديت نخدم معاكم. كيما راكم تشوفوا انا استعملت هذو ليمول تاع الكعيكعات. انا عندي ليمول هذو صغار، تقدروا تستعملوا تاع السيليكون. انا استعملت هذو. كيما راكم تشوفوا البنات هنا وزنتهم حوالي 30 غرام. يعني اللي حبت توزنهم 50 غرام عفوا، واللي ما حبتش توزنهم انا عيني هي ميزاني. يعني الاولى درت فيها 50 غرام، ومن بعد بديت يعني وحدي نعرف يعني القيس تاع هذو ليمول توعي. هنا كانوا ليمول كبار اكيد لازم تزيدوه. هنايا درت انا 50 غرام، جاتني الحبه ما شاء الله. يعني كي طلعت لي في الفور جات سوا. كيما راكم تشوفوا البنات هنا الفور راه يشعل. هنايا نشكلهم كامل وندخلهم للفور يطيبوا على 170 درجه. هاي لك البنات باش ما يجيش الفيديو طويل ما صورت لكمش البنات. هنايا كيما راكم تشوفوا حمرتهم جاو ما شاء الله. طيبتهم وخليتهم بتيه، ورحت نجيب الشوكولا تاعي. هنايا درت هذا التاج يعني بالبندق، وخلطت معاها المرجان. انا درت يعني قيس 50 غرام من و50 غرام من. ديروا 100 غرام البنات. يعني الوصفة هذه الحبات هذو اللي شدوهم تاع الكعكعات اللي درتهم يعني كفاتني يعني كطليت بها الحلوة هذه. كيما راكم تشوفوا البنات هنا ذوب تاع لحم مائي، درت معها 2 مغارف تاع الكاوكاو. هنا كيما شتوني كاوكاو يكون خشين شويه. ونبدا نطلي الحبات التوعية. يعني وصفه سهله واقتصاديه كيما قلت لكم، وتوجدوها ليه هنا وتجي بزاف بنينه. هنا بديت يعني نطلي الحبات التوعي بالشوكولا ونديرهم. هنا كيما راكم تشوفوا انا فرشت هنايا ساشي باش كي يعني تيبس لي الحلوه تاعي تجيني بسهوله تتنحى. وهذيك الشوكولا اللي قعدت لي من التحت ما نرميهاش البنات، نعاود نلمها ونديرها تزيد تذوب ونخدم بها. كيما راكم تشوفوا البنات هنا نبدا نخدم ونخبط هكذا باش تنحى لي كامل هذيك الشوكولا. كيما راكم تشوفوا نخليها تنشف، ومن بعد البنات ندير لها حبيبات تاع اللوز. هنايا يعني كل وحده واش حبت تدير من الفوق. واش عندكم ديروا البنات، يعني ما تقيدوش واش درت انايا. هنا شديت كانوا عندي حبيبات تاع اللوز. هنا قبل ما تنشف الحبه البنات، قبل ما تنشف الحبه انا راني ندير لهم هنايا في اللوز. كيما راكم تشوفوني هنايا راني ندير لهم حبيبات تاع اللوز، يعني باش نكسر كان هذاك اللون جو ما شاء الله. هاي ديك البنات. ودرت لها الورق الذهبي يعني كانت عندي هنا الورق الذهبي درت لها ثاني من الفوق. هنا حبيتوا تخلوها خلوها. هاي ديك البنات شوفوا كيفاش جاوني ما شاء الله. هنا مازال ما كملتهم، تجي بسولي هذوك الحبات الاولين طا واحد الشكل ما شاء الله جاوني. هنا يعني الحبات جاو يعمروا العين كما راكم تشوفوا البنات. اقتصاديه كما قلت لكم. هنا نوزنهم
نوزنهم كامل البنات هنايا كي يبسوا مليح ووزنوهم من الفوق باش يعني هذيك القاع تاعهم يجيكم متساوي الحبه، ما تجيش يعني الحبه معوجه ولا تجي الحبه طالعه كيما راكم تشوفوا. انا نحيهم غير حاجه قليله برك بالتحت. يعني قلت لكم وصفه هايله البنات واقتصاديه تقدروا توجدوها للعيد هذا باذن الله. الا كنتوا يعني من عشاق الشوكولا. هاي لك البنات الحبة كيفاش خرجت لي ما شاء الله، خرجت روعة الحبة. هنا من بعد اللي كملتهم هام لك البنات درتهم في الكيسات كيما راكم تشوفوا. يعني عطتني تقريبا البنات تقريبا 20 حبة. الوصفة هذه درت لي قريب 20 حبة، على ما اظن 18 ولا 17 حبة. هاي لك البنات شوفوا هنايا كي قسمتها معاكم، شوفوا كيفاش جات رطبة، جات ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة هذه وتجربوها وتكتبوا لي في لي كومنتار. وما تنسونيش البنات باللايك، اللايك هو اللي يطلع لي الفيديو. واخر كلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصفة القادمة باذن الله حندير معكم البنات حلوة الطابع. الى حين ربي ان شاء الله كونوا في الموعد.